بيحكي دكتور فرانكل إن القطر نقل 15,000 واحد بمعدل 80 فرد في كل عربية، بمساحة لا تتسع لأكثر من إن كل واحد يقعد على شنطته. واستمر الوضع كده لكذا يوم متواصلين لحد ما القطر بدأ يهدي والسواد بدأ يسرع. أول ما عرفوا إن هم نزلوا معسكر أوتشفيتس، معسكر الرعب والفزع، واللي كان مشهور جدا زمان بغرف الإعدام بالغاز. أول ما البوابة اتفتحت بدأ مجموعة من الحرس ينزلوا نزلاء الجدد من القطر ويرصوهم في طابور في آخر واحد بيصنفهم لسكتين، يمين وشمال، بمنتهى الهدوء والشياكة. واللي بيمشي شمال بياخد في إيده صابونة علشان مفترض إن هو رايح الحمام بعد الرحلة الطويلة دي، وغالبا هيروح بعدها لأن هو غير صالح للعمل زي كبار السن مثلا والمصابين زي صديق دكتور فرانكل اللي كان ماشي بيعرب. أما اللي بيمشي يمين فبيروح المكان اللي هيستقر فيه، الجناح اللي هيشتغل منه زي دكتور فرانكل نفسه. قدام شوية بقى بنعرف إن اللي راح شمال وخد صابونة هو خد الصابونة فعلا. لما بيسأل دكتور فرانكل واحد قديم في المكان وبيقول له أنا صاحبي وإحنا داخلين مشي شمال، كنت عايز أعرف بس يعني إمتى أقدر أشوفه تاني أو فين. فراح شاور له فوق كده على دخان في السماء وتحته مدخنة ومحرقة، وقال له صاحبك في السحابة اللي فوق دي، بمعنى ان هو اتحرق لحد ما مات. وهنا بنعرف ان فرز النزلاء ليمين وشمال هو قائم ببساطة او ببشاعة على فكرة القدرة على النفع. يعني سنك كبير او صحتك شكلها كده مش مساعداك على الشغل يبقى تموت، اما لو سنك كويس فنشتغل ونستفيد منك لحد ما نموتك. تتساءل بقى زي كده وتقول طيب اللي ماشيين شمال دول يعني ليه ما ابدوش اي نوع من انواع المقاومه، مشيوا كده بادب لغايه ما راحوا اتحرقوا عادي جدا؟ اقول لك ببساطه انهم ما كانوش عارفين. بيدوا لهم صابونه وبيفهموهم انهم داخلين حمامات علشان يجردوهم من ملابسهم ومقتنياتهم، بعدين يقفلوا عليهم كل منفذ هواء وينزل من الدش غاز بدل الميه، فاللي يموت يموت واللي لسه فيه الرمق يخلص في المحرقه. اللهم احفظنا. والله العظيم انا نفسيتي تعبت وانا بقرا الكتاب ده. ابسطها لك. بتبتدي بقى رحلة التدهور النفسي والجسدي للسجناء أمثال دكتور فيكتور فرانكل اللي قضى 3 سنين من حياته في المعسكر ده بقوت عبارة عن لقمة عيش ومغرفة شوربة خفيفة جدا كل يوم، مع نوم حوالي 3 ل5 ساعات بس، مع عمل شاق جدا جدا زي إصلاح قضبان السكك الحديد في عز التلج باستخدام الزلط، أو حفر نفق كامل لوحده بدون مساعدة من أي حد، أو نقل جثث زمايله اللي عمالين يتساقطوا واحد ورا التاني بنسب متزايدة جدا يوميا. كل ده بحذاء رث جدا انكمش من كتر التلج واتقطع من كل اتجاه، وخرقة بالية جدا على جسمه مغطية منه اللي مغطياه، وضرب مبرح وإهانات لأتفه الأسباب بشكل شبه مستمر. وهنا بقى خلينا احكي لك مشهد مؤلم جدا دكتور فيكتور فرانكل حكاه. هو قال ان من شدة البرد اللي كانوا عايشين فيه كان بيصيب رجلهم حاجة كده اسمها الصقيع، يعني زي غرغرينة بتصيب الرجل. فالحمد لله كان في دكتور في المعسكر زي ما هو بيقول. كان بيعالجهم ازاي بقى؟ بالمقص. كان بيقصقص الأطراف اللي اتجمدت بمقص، لدرجة ان هو شاف ده بيحصل مع طفل عنده 12 سنة. ورغم ان الحادثة دي أثرت على نفسيته جدا إلا انه شافها شيء عادي وما تأثرش بيها قوي. كمان شوية هنفهم ده ليه. بس شوف كان في ايه بقى وصبح في ايه. ومش هو لوحده، ده كان وضع سائد جدا يتساوى فيه الطبيب والعامل ورجل الأعمال ورجل الدين وكل وأي شخص نزع عنه كل ما يميزه حتى اسمه واستبدل بمجرد رقم، ما بين انه كان طبيب نفسي شغلته انه يعالج الناس من الإقبال على الانتحار لانه بقى مغموس في ظروف بتدفع كل المحيطين بيه للانتحار أو القتل يوميا. أنا مش عايزة استرسل في سرد المآسي اللي ذكرها واللي سهل تلاقيها في آلاف الوثائق عن الحرب، ولكن خليني أخدك لمغزى التجربة مباشرة. دكتور فيكتور فرانكل لخص حياة السجين النفسية في 3 مراحل. أولا مرحلة الصدمة، واللي بتبتدي بحالة من الذهول، ثم الرعب الشديد جدا اللي أول ما بيجيب آخره بيبتدي يهدى تلقائيا ويروح بصاحبه لحاجة مش منطقية خالص في اللقطة دي، وهي الأمل في النجاة. حاجة كده بيسموها وهم التبرئة، زي الوهم اللي بيجي للشخص المحكوم عليه بالإعدام قبل إعدامه مباشرة بأنه هيعفى عنه أو هيتم إنقاذه، كأن بينه وبين نفسه كده عارف إنه ما يستحقش كده، أو إنه كفاية عليه من المعاناة إنه وصل للنقطة دي، فيبتدي يدي لنفسه الأمل. ثم المرح، واللي بينطلق بقى من السخرية بطبيعة الحال من إنه خلاص يعني ما عادش فيه حاجة نخاف عليها، اللي الشيخ إمام غناه كده وقال المساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة سرقاهم السكين حموة ولسه جوه القلب أمل، والبحر بيضحك ليه. ثم حب الاستطلاع، اللي هو ايه ده انا هموت، ترى الموت ده عامل ازاي؟ وتبدا الخفه والشجاعه تجيلك من حيث لا تحتسب، وتكاد تعرضك للانتحار واللبس في اي سلك كهربائي شائك من اللي مالين المخيم دول، زي ما زمايلك عمالين يعملوا، لولا غريزه البقاء الشريره اللي تأبى الا انها تعذبك لحد ما تموت بفعل فاعل مش بنفسك. تيجي تسالني طب وازاي، ليه يعني الواحد يعمل كده؟ اقول لك لانه ببساطه ابداء رد فعل غير طبيعي لما تتحط في موقف غير طبيعي ده يعد رد فعل طبيعي جدا، ويمكن ده يلمس معاك في حاجه. ثم المرحله الثانيه
ودي المرحلة المفضلة بالنسبة لي، مرحلة البلادة وموت الانفعال. ودي تعتبر كده بمثابة آلية للدفاع عن الذات، زي قوقعة بتدخل فيها علشان تحمي نفسك من جنون العالم الخارجي، بإنك تبطل تتأثر، تعتاد وتتقبل كل شيء، ما تركزش مع كل حاجة وما تتأملش زيادة عن اللازم. والأهم من كل ده هو إنك تندمج مع ذكرياتك وماضيك الحلو، تحاول كده تلتفت للجمال البسيط الكامن في الأشياء حواليك، برضه زي الشيخ إمام ما قال لما خد باله إنه طلع الصباح كل الجمال في طلعته، في عز ما كان كل الناس أصلا مخنوقة ومقريفة ورايحة الشغل والمدارس والدروس ومحدش في باله الكلام ده خالص. وأخيرا إنك تصبر على جار السوء، يا يرحل يا تيجي مصيبة تاخده. وأخيرا بقى نيجي للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة ما بعد الإفراج عن السجين، واللي فيها مفاجأة غريبة جدا، هي إنه على عكس ما أنت متوقع بيفقد الشعور بالسعادة تماما، بالإضافة لأنه بيصيبه نهم شديد جدا لحاجتين، الأكل والكلام، والأسوأ إنه بيمتاز بقسوة شديدة جدا جدا نتيجة للضغط العقلي والنفسي الشديد اللي اتعرض له لسنين، وبالذات بقى لما يرجع البيت فما يلاقيش الأشخاص اللي كان عمال يجاهد عشان يتمسك بحياته جوه المعسكر علشان يخرج يلاقيهم. فلما يخرج بقى ممكن يلاقيهم ماتوا، وهم كمان اتعدموا بالغاز أو اختفوا من الوجود، سافروا هجوا ما بقوش موجودين anymore. ولعل دي تعتبر تاني أسوأ تجربة نفسية ممكن السجين يعانيها بعد ما يخرج. وأخيرا بيقول دكتور فرانكل إن أول سؤال بيسأله لأي حد بيتخيل إن هو بيعاني معاناة شديدة جدا في حياته هو لماذا لم تنتحر بعد؟ ومن الإجابة بيقدر يتلمس شيء واحد في قرارة نفس كل إنسان بيمنعه من إنه ينهي حياته، قد يكون شخص أو معنى أو قيمة أو هدف لسه ما حققهوش أو موهبة عايز يشتغل عليها، ومن هنا بيبتدي يتحرك للشفاء من إنه ينسج حياة جديدة أفضل في دماغ الشخص اللي بيعاني. وبيقول دكتور فرانكل كمان إن في شيء لا يمكن منازعة الإنسان حقه فيه، وهو اختيار رد فعله. على عكس ما انت فاهم ان الحياة كلها عبارة عن فعل ورد فعل، ظروف بتتحط فيها فرد فعل ثابت انت لازم تصدره، بيقولك لا، الموضوع في الحقيقة عبارة عن 3 مراحل: مرحلة الفعل او الظروف اللي بتفرض عليك، ومرحلة الحوار الداخلي اللي بيحصل جواك اللي على اساسه بتختار المرحلة الثالثة وهي رد فعلك. وهو ده اللي بيميز انسان عن انسان. واهم فكرة بيبيعها الكاتب واللي انا على المستوى الشخصي احترمتها جدا هي فكرة ان الانسان كائن معنوي، وجوده لازم يرتبط بمعنى، والمعنى ده مش هو تحقيق الذات زي ما البعض بيتوهم، لا، ده تحقيق المعنى من حياة الانسان، اللي هو بيتوجب احيانا انه يتجاوز ذاته ويفنيها في سبيل المعنى اللي هو اسمى وابقى من حياته. وبيقول انك لازم تستمد المعنى ده من القوة الاكبر اللي جت بيك للحياة نفسها من الاساس، وهو ده العلاج بالمعنى، مدرسة دكتور فيكتور فرانكل في علم النفس. نصيحة أخيرة بقى يا جماعة، لما تحسوا إن في حرب عالمية تالتة كده بتحوم في الأجواء ما تبقوش تفرحوا وتتحمسوا قوي، عشان لما بتقوم حروب كبيرة أنت غالبا مش بتتفرج عليها من على تل بعيد، وما بتبقاش مخير تدخل الحرب دي أو ما تدخلهاش، بالعكس أنت بتقحم في الحرب دي غصب عنك وبتاخد مكان وما بيعجبكش. وقبل ما الحرب تقوم ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب وتشير الحلقة دي مع صحابك، وابقى شيلهم يا سيدي لما الحرب تخلص. سلام.